في عالم الرياضة كل شيء يتغير بسرعة كبيرة، الهجوم، السقوط، ثم الهجوم من جديد. هذه هي قصة وليد الركراكي، المدرب المغربي، الرجل الذي كان قبل فترة قصيرة رمزاً لإجماع وطني نادر، وصانعاً لأجمل ملحمة كروية في تاريخ المغرب، قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب الجدل وتحت ضغط غير مسبوق. لكن قبل الحديث عن الركراكي وعن الجدل وعن الضغط، هناك رقم واحد لا يمكن تجاهله: 48. هذا الرقم ليس مجرد رقم عابر في تاريخ الكرة المغربية، بل هو ظل ثقيل يلاحقها منذ عقود. 48 عاما مرت منذ آخر تتويج قاري سنة 1976، ومنذ ذلك الحين لم يعرف المغرب طعم لقب كأس إفريقيا، رغم الأجيال ورغم المواهب ورغم الاقتراب في بعض المناسبات. قبل ملحمة كأس العالم كان الضغط حاضرا دائما: إخفاقات متكررة، خيبات أمل، وشعور عام بأن المنتخب غالبا ما يكون عدو نفسه بسبب صراعات داخلية وتضخيم فردي وتوتر دائم يرافق كل مشاركة قارية. ثم جاء عام 2022 وجاء معه وليد الركراكي، مدرب غير كل شيء تقريبا. ما حدث بعد ذلك داخل التاريخ، واحد من أجمل الفصول في تاريخ كرة القدم العالمية. فلسفة بسيطة لكنها قوية، قائمة على القرب والانتماء وتحويل المنتخب من مجرد مجموعة لاعبين إلى عائلة حقيقية. في قطر لم يلعب المغرب كرة القدم فقط، بل كتب التاريخ. تصدر مجموعة صعبة ضمت كرواتيا وبلجيكا، ثم أقصى إسبانيا، وبعدها البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. لم يكن الأمر مجرد نتائج، بل روح وقلب وتنظيم جعل العالم كله ينحني احتراما. لأول مرة يصل منتخب إفريقي وعربي إلى نصف النهائي كأس العالم، ويصبح مصدر إلهام لملايين الناس. لكن بعد القمة يكون النزول دائما صعبا. التوقعات تغيرت، النظرة تغيرت، والضغط تضاعف. لم يعد مطلوبا صنع المفاجأة، بل أصبح المطلوب الفوز، فقط الفوز. في كأس إفريقيا الأخيرة دخل المغرب مرشحا أول، لكن الواقع كان صادما: أداء متذبذب، اختيارات مثيرة للجدل، وإقصاء أعاد الجميع إلى الأرض. ومن هنا بدأت صورة المنتخب تتغير، وبدأت الأسئلة تطفو على السطح: هل فقدت الوصفة السحرية فعاليتها؟ هل ما نجح في كأس العالم يصلح للمنافسات الإفريقية؟ المنظومة الدفاعية التي كانت مصدر قوة في قطر أصبحت محل نقاش. الاختيارات نفسها تعاد حتى عندما يتراجع المستوى، والرهان على أسماء 2022 مستمر، أحيانا على حساب الجاهزية الحالية. ومع كل تعثر تتجه الأنظار إلى شخص واحد: وليد الركراكي. حتى طريقة تواصله تغيرت، من مدرب هادئ وقريب من الشارع إلى شخصية أكثر حدة في المؤتمرات الصحفية وتصريحات أثارت الجدل، خاصة حين قدم نفسه كأفضل مدرب في تاريخ الكرة المغربية. تصريح أحدث صدمة وأشعل نقاشا واسعا، لأن التاريخ لا يكتب بالكلمات بل بالألقاب. اليوم المشهد منقسم: جمهور يطالب بتغييرات جذرية، وآخر يرى أن الرجل يستحق الثقة إلى غاية 2026، خاصة وأن الجامعة تواصل دعمه. لكن الحقيقة أن كأس إفريقيا المقبلة تمثل لحظة فاصلة، امتحانا حقيقيا، وربما النار الأخيرة. رهان ضخم، ضغط هائل، وتوقعات لا ترحم. فإما أن يكون وليد الركراكي هو الرجل الذي كسر لعنة 48 سنة، أو أن يتحول هو الآخر إلى ضحية جديدة لهذا العبء التاريخي. والجواب، كما هو الحال دائما في كرة القدم، لن يأتي إلا من الملعب. الرهان هذه المرة ضخم جدا. لماذا؟ لأن كأس إفريقيا المقبلة ستقام في المغرب وعلى أرضه. الضغط في أعلى مستوياته، لكن المنتخب لا يدخل المنافسة في أفضل الظروف. هناك الكثير من علامات الاستفهام: لاعبين أساسيين يفتقدون دقائق اللعب، واختيارات فنية تثير الجدل. باختصار، الآلة الجميلة التي أبهرت الجميع في 2022 تبدو اليوم وكأنها بدأت تفقد سلاستها. وهذا المشهد يضع يده مباشرة على جوهر المشكلة. انظروا إلى أسماء مثل النصيري وإبراهيم دياز، لاعبين يفترض أنهم أعمدة المنتخب، لكنهم إما احتياطيون أو يفتقدون للجاهزية بسبب قلة دقائق اللعب مع أنديتهم. وهذا يغذي النقاش المطروح بقوة: هل ما زلنا نشتغل بمنطق الوفاء لأبطال قطر، أم نختار اللاعبين الذين يعيشون أفضل فترات مستواهم الآن؟ اللعب على الأرض ميزة بلا شك، لكنه في الوقت نفسه ضغط رهيب. لن يكون هناك مكان للاختباء. هذه المرة الهدف ليس صناعة المفاجأة أو بلوغ مراحل متقدمة فقط، بل التتويج باللقب ووضع حد أخير لما يسمى بلعنة 48 سنة. الضغط لا يمكن أن يكون أكبر من ذلك، وفي النهاية
كل شيء يتلخص في سؤال واحد: هل سيكون الرجل الذي منح المغرب أعظم لحظة كروية في تاريخه هو نفسه من سيكسر أقدم لعنة كروية، أم أنه سيصبح ضحية جديدة لهذا الضغط الهائل؟ ضغط ساهم هو نفسه في صناعته عندما رفع سقف التوقعات إلى هذا الحد. الجواب الوحيد، كما هو الحال دائما في كرة القدم، سيأتي من أرضية الملعب.